سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الوصفه الاصليه تاع خبز التونس اللي راح تهبلوا عليها. نجوزوا للمقادير على بركه الله. هنا نجوزوا للشربات، عندنا كيلة تاع سكر بزوج كيلات ماء، نحركوهم تحريكه خفيفه ونحطوهم على النار تغلي لمده 10 دقائق. نروحوا لاباط تاعنا، انا هنا درت 2 حبات بيض، تحبوا تضاعفوا الكميه ضاعفوا المقادير. نضيفوا نص مغرفه تاع الفانيليا، قرصه تاع الملح، نص كيلة تاع السكر، هكا باش ما تجيكمش حلوه بزاف. نخلطوا كلش مع بعض. نضيفوا كيلة تاعنا تاع لا مارغارين تكون لوغو تاعها بنين، سينو هي تجي بالزبده. نضيفوا نص كيلة تاع اللوز يكون محمص ومرحي باش يعطيكم لوغو بنين. نخلطوا كل حاجه مع بعض. من بعد نضيفوا لا شابلور تاعنا، انا كنت درت خبز محمص مليح ومرحي. نزيدوا ساشي تاع الخميره تاعنا تاع 10 غرامات، نجوزوها في الباسوار ونستعملوها. نخلطوا الميلونج تاعنا مليح مليح حتى نتحصلوا على هاد السمك، يعني نتحصلوا على هاد العجينه اللي تكون شويه شاده روحها. ما تخافوش راح تجيكم هشه وخفيفه. هنا انا درتهم في هاد ليمول، حبيتوا تستعملوا سنيوه تكون مدوره ولا كاري تقدروا تستعملوا، انا درتهم انديفيديوال اللي راح يعطوني نتيجه هايله. وحبيت حاجه تقليديه. هنا نديروا النص تاع المول تاعنا هكذا باش تجيكم سوا. انا كنت عمرتهم شويه هكذا كي جيت ندير الشربات ما حسيتهاش شربت مليح. من بعد ما نديروا العجينه تاعنا في كامل ليمول اللي عندنا، نروحوا نحطوهم في الفوغ يطيبوا لمده 4 ساعه. درجه الحراره راح تكون 180 درجه، ونعسوهم ونشوفوهم الفوق حتى يتحمروا معانا. هنا الشربات تاعنا بعد ما غلات بعد 10 دقائق، درت هنا نص كاس تاع مزهر بنص كاس تاع عسيله المرجان، ونخلطهم في هذيك الشربات تكون سخونه وطفينا عليها. نقعدوا نخلطوا ونخلوها تبرد مليح هذيك الشربات. بعد ما طابت خبز التونس تاعنا وهي سخونه والشربات تكون بارده، نروحوا نشربوها. انا هنا الكميه تاع الشربات جاتني سوا مع الكميه تاع الخبز التونس تاعنا، وشربت تري بيان. قعدت معاها نشرب فيها غير بالعقل حتى كملت الشربات كامل. هذه هي، ونخلوها تبرد. من بعد نروحوا زينوها بواش ما حبيتوا واش ما عندكم ديروا من الفوق. انا هنايا زينتها بهذه الطريقه اللي بسيطه، حمصت اللوز تاعي وزينت به. وهذه هي خبز التونس تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم وتنال رضاكم. انا هنايا كنت دقتها صدقوني هبلت عليها، واحد البنه انكرويابل. وهكذا ما ترموش الخبز تاعكم وتستهلكوه في حاجه اللي راح تفيدكم. جربوها في مناسباتكم وادعوا لي دعاوي الخير. نقول لكم ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.